أهلا بيكم معانا مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن حاجة موجودة في بيوت كتير مننا، المطابخ الألوميتال. شكلها شيك وعملي مفيش كلام، بس دايما في السؤال ده اللي هو إزاي نخليها بتلمع ونضيفة على طول من غير ما نبوظ شكلها أو نأثر عليها. فعلا، وهو ده بالظبط اللي هنتكلم فيه. بص، أهم حاجة عشان نعرف نتعامل مع الألوميتيل صح لازم نفهم طبيعته الأول. المصادر اللي بصينا عليها بتقول إن الألوميتيل ده يعني سباكي ألومنيوم، وده معناه إنه مقاوم للصدأ ومقاوم للرطوبة كمان، ودي حاجة ممتازة طبعا للمطبخ. طبعا عشان البخار والمية وكده. بالظبط. وكمان ميزة تانية مهمة إن سطحه أملس مش مسامي، فده بيخلي التنظيف بتاعه أسهل شوية مقارنة بحاجات تانية. تمام. بس هل هو كله نوع واحد؟ أنا فاكر قريت في المصادر دي إن في أنواع مختلفة. لا لا، نقطة مهمة دي. مش كله زي بعضه خالص. في مثلا النوع المطلي اللي واخد لون ده، وده يمكن أشهر نوع بنشوفه. وفي نوع تاني اسمه المؤكسد أو الأنودايزد، ده بيبقى أصلب شوية ومقاوم أكتر للخدش. سمعت عنه ده. أو خلينا نقول حرص زيادة. زي إيه مثلا؟ يعني المطلي والخشمونيوم دول الطبقة اللي بره دي حساسة أكتر شوية للخدش أو الكحت، فلازم نخلي بالنا أكتر وإحنا بننضفهم. فهمت. يعني مش أي حاجة تنفع وخلاص. طيب، ندخل بقى في المهم. إيه الأدوات والمواد اللي نستخدمها عشان ننظف بأمان؟ بص، الأدوات بسيطة خالص وموجودة في كل بيت تقريبا. فوط مايكرو فايبر تكون ناعمة، سفنجة برضو ناعمة، بلاش أي حاجة خشنة. تمام. ممكن بخاخة عشان نعمل فيها المحاليل بتاعتنا، وفرشة سنان قديمة دي بتبقى ممتازة للحتت الصغيرة والزوايا. أوكي، والمواد بقى، إيه الآمن؟ الآمن والأساسي جدا هو المية الدافية، دي كفاية قوي للتنظيف اليومي السريع. بس مية؟ ولو في دهون بسيطة ممكن نزود نقطتين صغيرين صابون مواعين عادي اللي بنستخدمه كل يوم. طيب، والخل والبيكربوناتو دول بنسمع عنهم كتير. الخل الأبيض بس لازم يتخفف كويس بالمية، يعني تقريبا نسبة 1:1. ده ممتاز للدهون الخفيفة والمتوسطة، وكمان بيساعد على التلميع. تمام. والبيكربوناتو؟ البيكربوناتو دي بقى للبقع الصعبة قوي ومحتاجة حرص شديد. بنعملها زي عجينة بسيطة بشوية مية ونحطها على البقعة نفسها ونسيبها دقايق بسيطة. أهم حاجة ما نفركش جامد خالص، يعني يا دوب نمسح بسفنجة مبلولة أو فوطة ناعمة بالراحة جدا عشان ما نجرحش السطح. بالراحة جدا، دي أهم حاجة. طيب، نيجي بقى للناحية التانية. إيه اللي ممنوع تماما نستخدمه؟ الحاجات اللي ممكن تبوظ الدنيا خالص. دي أخطر حتة بقى ولازم نخلي بالنا منها قوي. ممنوع ممنوع تماما أي منظفات بودرة أو كريمات من اللي هي الكاشطة دي. زي بتاعت زمان دي؟ أيوة، أو أي حاجة فيها حبيبات خشنة. وطبعا ممنوع سلك المواعين الخشن أو حتى الليفة الخشنة. أكيد لأ. والكلور والمبيضات بكل أنواعها، والأمونيا، النشادر، ومنظفات الأفران القوية جدا. كل الحاجات دي ممكن تعمل خدوش ما تتصلحش، أو تغير لون الألوميتال، أو حتى تتفاعل معاه وتعمل زي تآكل بسيط. يا ساتر. فعشان كده دايما بنقول أي منتج جديد مش متأكدين منه 100% لازم نجربه الأول في حتة صغيرة ومش متشافة. تمام، دي قاعدة أساسية فعلا. طيب، عشان بقى ما نوصلش لمرحلة البقع الصعبة دي أصلا، هل في روتين معين المصادر دي بتقترحه؟ يعني نظافة يومية وأسبوعية وكده؟ بالظبط كده، الروتين ده هو اللي بيحافظ على المطبخ وبيخليه دايما شكله كويس وبيلمع. يوميا الموضوع بسيط جدا. مسحة سريعة بفوطة مبلولة مية دافية يمكن عليها نقطة صابون لو لسه طابخين. للأسطح اللي بنستخدمها كتير زي المقابض حوالين الحوض البوتاجاز، وأي حاجة تقع تتمسح فوراً. فورا دي بتفرق أكيد. جدا. أسبوعيا بقى ممكن نعمل تنظيفة أعمق شوية. نمسح واجهات الدواليب كلها بمحلول مية وصابون خفيف، أو مية وخل مخفف. نمسح الأجهزة والحتة اللي ورا البوتاجاز والحوض دي. الباك سبلاش يعني. أيوه بالظبط. وشهرياً بقى أو كل فترة حسب الاستخدام طبعاً ممكن نفضي الدواليب ونمسحها من جوه كويس. وما ننساش ننظف فوق الدواليب عشان بيتجمع عليها تراب ودهون ساعات. وفلاتر الشفاط دي مهمة جداً تتنظف بانتظام عشان يفضل شغال بكفاءة. الطبيعية الفعالة اللي المصادر ذكرتها. بصي، لو دهون مش قوية قوي، محلول الخل والمية اللي قلنا عليه 1:1 في بخاخة ده هايل. نرش، نسيبه كام دقيقة كده وبعدين نمسح بفوطة ناعمة. أوكي، ولو أصعب من كده؟ هنا ممكن نستخدم عجينة البيكربونات وبحذر تاني. نحطها على البقعة نسيبها من 5 ل10 دقايق بالكتير، وبعدين نمسح برفق شديد جدا بفوطة مبلولة ونشطف كويس قوي ونجفف فوراً. والشطف والتجفيف دول مهمين يعني؟
مهمين جدا عشان ما يسيبش أي بقايا أو بقع مية. وممكن كمان صابون المواعين العادي بس يكون مركز شوية، نحطه على السفنجة الناعمة مباشرة وندعك برضو بالراحة. أهم حاجة ما نسيبش أي خلطة من دول على الألوميتال فترة طويلة. تمام. طيب خلصنا تنظيف، عايزين بقى نرجع اللمعة الحلوة بتاعته دي. المصادر بتقول إيه عن التلميع؟ أبسط وأهم خطوة في التلميع هي التجفيف الكويس جدا بفوطة مايكروفايبر تكون ناشفة ونظيفة. الخطوة دي لوحدها بتفرق قوي في اللمعان. يعني التجفيف نفسه بيلمع؟ بيمنع تكوين أي بقع وبيظهر لمعة الخامة نفسها. لو عايزين لمعة زيادة، ممكن يعني نقطة أو نقطتين زيت زيتون على فوطة نظيفة ونمسح بيها مسحة خفيفة قوي، ده بيدي لمعة حلوة بالذات للأسطح اللي لمعة. أو ممكن نستخدم ملمعات تجارية بس تكون مخصصة للألوميتال، ونتأكد إنها آمنة بعد ما نجربها الأول طبعاً. ممتاز. طيب وإيه أشهر الأخطاء اللي الناس بتعملها وممكن تضيع كل التعب ده؟ أول حاجة وأشهرها هي الفرك الجامد قوي حتى لو بأدوات ناعمة. القوة الزيادة دي ممكن تخربش السطح. تاني حاجة عدم الشطف الكويس بعد استخدام أي منظف حتى لو صابون عادي. البقايا دي ممكن تعمل تشجير أو بقع. وعدم التجفيف برضو بيعمل بقع مية شكلها مش حلو. وطبعا استخدام أي حاجة من الممنوعات اللي قلنا عليها. بالظبط. استخدام أي حاجة خشنة أو كيماويات قوية دي ممكن تبوظ المطبخ بشكل دائم. وفي كام نصيحة زيادة كده ممكن تساعد في الحفاظ عليه أطول فترة ممكنة. يا ريت. نهوي المطبخ كويس ونشغل الشفاط دايما وإحنا بنطبخ، ده بيقلل تراكم الدهون والبخار أصلا. ممكن نستخدم الحواجز اللي بتتحط حوالين الطاسة وإحنا بنقلي عشان نمنع الطرطشة. نهتم بنظافة المفصلات بتاعة الظرف عشان تفضل سهلة في الفتح والقفل. وبلاش نحط حلل سخنة جدا مباشرة على سطح الألوميتال. ونتعامل مع الظرف والأدراج بالراحة عموما. معلومات قيمة جدا. يعني الخلاصة إن مطبخ ألوميتال نظيف وبيلمع مش محتاج سحر ولا حاجة. الموضوع كله شوية فهم لطبيعة المادة واستخدام الأدوات والمواد الصح وروتين بسيط ومنتظم. والأهم نتجنب الأخطاء الشائعة. هي كلها اهتمام بالتفاصيل الصغيرة. تماماً. والاهتمام ده مش بس بيحافظ على شكل المطبخ وقيمته كاستثمار، لأ الأهم إنه بيخلق لنا بيئة صحية ومريحة أكتر في مكان مهم زي المطبخ اللي هو قلب البيت. وده يخلينا نفكر في نقطة أخيرة كده. يا ترى الاهتمام المنظم ده بخامة زي الأليوميتال اللي بتجمع بين الشكل العملي والجمالي ممكن يكون انعكاس لإزاي بنتعامل مع تفاصيل تانية في حياتنا محتاجة نفس التوازن؟ أو اختيارنا للخامة دي أصلاً بيقول إيه عن أولوياتنا بين العملية والجمال في حياتنا العصرية؟ سؤال ممكن نفكر فيه.